السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل معاكم أكلة جديدة. الشعب كله بيحبها، يعني كله أجمع على حبها. هنعمل مكرونة بشاميل. هنعملها بوصفة بسيطة جدا، كل مكوناتها عندنا في البيت. يلا بينا نبدأ. أول حاجة معايا حلة على النار فيها مية بتغلي، وهضيف المكرونة، وهضيف معلقة من الملح ورشة من الزيت. هسيبها تستوي، انا عايزاها نص سوا بس. نيجي للخطوة التانية. معايا نص كيلو من اللحمة المفرومة، هعصجه كويس على النار من غير اي مواد دهنية، من غير اي سمنة او اي حاجة. هضيف بصلتين كبار متقطعين. البصلة انا بحب الكمية كبيرة، لو انتوا حابين تضيفوا بصلة واحدة اوكي تمام، بس هو البصل الكتير بيديها طعم احلى. هسيب البصل يدبل، وهضيف معلقة كبيرة من الزبدة ومعلقة من السمنة ورشة من الزيت، واقلبها كويس. هتحبوا الطريقة دي قوي، سهلة جدا وبسيطة ومفيهاش اي حاجة مش مفهومة، واي حد مبتدئ او مش بيعرف يعمل اكل هتبقى معاكي الوصفة كويسة جدا. دلوقتي هجيب 2 من الطماطم متقطعين، ومعلقة كبيرة من الصلصة. هقلبهم كويس. هضيف معلقة من البابريكا، ومعلقة من الملح الأبيض، ومعلقة من الفلفل الأسود، ومعلقة من الكزبرة الجافة. وهضيف قطعة من مرقة لحمة، هي دي اختياري برضو، يعني حابين تضيفوها اوكي، مش حابين بلاش، بس هي بتدي طعم حلو. هقلبهم كويس وهدي النار واسيبها تتسبك. دلوقتي كده هي استوت تمام، بقت جاهزة خلاص. نيجي للبشاميل. خلاص هضيف معلقة كبيرة من السمنة ومعلقة كبيرة من الزبدة ورشة من الزيت. هسيبهم يغلوا كويس قوي، انا عايزه انزل بالدقيق وهو المواد الدهنيه بتاعتي بتغلي. هضيف 4 معالق من الدقيق، 4 معالق كبار. هقلبهم كويس لحد ما يتحمروا. كده انا وصلت للوش اللي انا عايزاه. هرفعه من على النار لان انا هعمل البشاميل على البارد، عشان الناس اللي بيكلكع معاها الطريقة دي مش هيكلكع معاكي بنسبة 100%، يعني طريقة مضمونة جدا. اهو شايفين. هضيف بقى نص كيلو من الحليب، بس يكون سخن قوي. البشاميل بارد بس الحليب سخن. انا بضيفه بالتدريج وبفضل اقلب.
انا ضفت معلقة من الملح وضفت معلقة من التوابل السبع بهارات، هقلبهم كويس، وضفت معلقة من الفلفل الاسود اهو، ده القوام اللي انا عايزاه. ابتدى يتقل، لو تقل معانا بنضيفله كوباية من المية اللي احنا سلقنا بيها المكرونة، يعني مش كله بنضيفه حليب، حابين حليب اوكي، مش حابين المية بتخلي طعمه حلو جدا برضو. او خلاص كده ده القوام اللي انا عايزاه بقى جاهز معايا. اجي لاخر مرحلة، معايا طاجن كبير، هضيف المكرونة بتاعتي واضيف معاها بشاميل، شوية من البشاميل، ومعاهم برضو شوية تاني من اللحمة، هقلبهم كويس مع بعض الاتنين. وهضيف اللحمة بتاعتي، دي كل الكمية الموجودة من اللحمة، وطبقة طبعا من البشاميل، وبعدين هحط طبقة من الجبنة الموتزاريلا بتديها طعم حلو، انا بحب احطها في النص برضو بتدي مطة حلوة. كده المكرونة بقت جاهزة، هدخلها الفرن، هسيبها نص ساعة. استوت بقت بالشكل ده. لو عجبكم الفيديو ياريت تدعموني